في يوم من الايام قريت في الجورنال ان اكاديميه البحث العلمي المصريه وهيئه الفولبرايت الامريكيه بيعلنوا منح للدراسه في امريكا. فقمت مقدم، كان متقدم 500 واحد. اهم حاجه في التقديم ده كان التقرير اللي انت بتكتبه وتقدمه، عشان ليه انت عايز تاخد المنحه دي. فبيقيموا ده بناء عليه وافقوا. وبعدين بيعملوا معاك الانترفيو بقى، المقابله واو. مع رئيس مع رئيس البحث العلمي المصري ومندوب من فولبرايت. طب ايه اللي فرق المنحه دي عن منحه المانيا؟ يعني ايه اللي خلاك لا دي بقى منحه مش بتاعت اثار، ده منحه بيدوها لك وانت بقى تروح تختار الجامعه اللي تدرس فيها، فمحدش مش ليه موجهه فضل، يعني. محدش ليه فضل عليك نهائي. صح. فانت هم بس المنحه دي بيديكوا الفلوس، آه. وانت بقى بتختار الجامعه. فخدت المنحه وبدات ابعت للجامعات، يعني محدش ليه فضل عليا. صح. رحت الجامعات، اخترت، قابلت في 4 جامعات، خدت جامعه بنسلفانيا. اوكي. المهم ان المنحه كانت 2 بس. طيب هعمل ايه بعد ال2؟ فقابلت الدكتور جمال المختار قبل ما اسافر. قلت له دكتور جمال، انا الوقت هسافر منحه الفولبرايت دي 2 وانا قابلت في جامعه بنسلفانيا، والجامعات في امريكا ما بتديش منح، وانا خايف ان انا بعد ال2 ارجع، اعمل ايه؟ قال لي شوف، روح قابل الاستاذ شكيب، ده كان راجل محترم جدا، وكان رئيس العلاقات الثقافيه في وزاره الثقافه، اللي هي بتدي، وانا تابع وزاره الثقافه طبعا. واللي هي بتطلع المنح. فهو قال لي لا، ده المنحه بتاعتك دي ده مقدمه للدوله، فعمل لي اجراءات تقديمها للدوله، وبعد ال2 بقى صرفت عليا الحكومه المصريه 5 سنين. 7 سنين صرف. 5 سنين. 2 وبعديها 5. 5. طبعا ال7 سنين في امريكا دول غيروا حياتي تماما. اتعلمت حاجات كتير جدا، واتعلمت ان انت مهما يعني انا ما حد ينتقدني على فكره، ممكن اسمع لو نقده مش بناء بركنه، لكن ممكن يكون نقد بناء. يعني انا دايما ابص للنقد كمان، اسمع لكن ما ازعلش. عشان النقد ده وهنكمل زي ما احنا. ليه حصلت على حضرتك حملة كبيرة من قريب برغم انك انت خارج صناعة القرار ومش موجود في منصب؟ زي ايه؟ وقت محمد ايه؟ البودكاست اللي حضرتك عملته بره بقيت حسيت ان في حملة ممنهجة انها على حضرتك ما فهمتهاش. البودكاست ده للاسف، ما انا بقول لك برضه، انت لما تكون مشهور بتلاقي 7000 واحد بيشتمك ويهزأك. هم سابوا مين ما هزقوش. انا بدافع عنك اه. مع واحد فظيع، راجل عنده اجنده، اسمه جو روجان. جيرو. هو اشهر هو طبعا ما بيعملش بودكاست غير مع المشاهير، اكيد لا، ما بيجيبش اي حد طبعا. يعني جاب طبعا. ترامب، جابني. لا لا طبعا. في بقى هنا بقى هو طلع دقايق بيبين فيها ان انا بدخن السيجار، وان انا لا اؤمن بالعلم. هو عنده اجنده. طبعا. الاجنده ايه؟ ان اللي بنى الاهرامات دي الالينز. كائنات فضائية. طب انا يا جماعه، انت لو شفت 2 الا ربع، كل اللي شافوا 2 الا ربع، اتفرجت عشان كده ما لقيتش فيه سبب للحكاية. كل اللي شافوا عمرو اديب، احمد موسى، كلهم وقفوا معايا وقفه. ازاي يا ناس بتهاجموا الراجل اللي بدافع عنكم ضد الراجل ده اللي عايز يثبت ان اليابانيين، ان الجماعه الايطاليين اكتشفوا مدينه ضخمه تحت الهرم الثاني، وعملوا حاجه اسمها توموجرافيك رادار. التوموجرافيك رادار ده بيبين 15 متر. فانا زعلت شويه من ان انا بدافع عنك وانت بتهاجمني. فهي انا بقول لك في النهايه، وتطلع واحده تقول لك ايه، هو اشمعنى زي حواس اللي يتكلم عن الاثار واشمعنى احنا؟ طب وقلنا انا اتمنى حضرتك ان يبقى فيه 2000 واحد يدافعوا عن الاثار، لكن انا يمكن يعني انا هقول لك حاجه، انا جو روجان ده قعد سنه سكرتيرته والجهاز بتاعه يتصل بيا عشان، فقلت لهم انا ما اقدرش اجي غير في 8 مايو بعد 6 شهور. دلوقتي مين بقى بتكلمني دلوقتي؟ كل يوم بتكلمني واحده باكستانيه مديره اعمال بيرز مورجان. اوكي. عشان ازاجك عشان تطلع معايا ساعتين، يطلع معايا ساعتين،
واتفقنا يوم ما ما اعرفش 13 14 مايو هعمل معاه الحديث. لكن تيجي واحده ست هجوم بشع وتكوده اشمعنى زي حواس، هو مش كفايه بقى عليه بقى؟ كفايه عليه ايه يا جماعه؟ ده عالم ده انا وبتبرع بوقتي ايوه وعلمي مش مستفيد حاجه. عشان ادافع عنكم. فانا نفسي نرجع بقى للنقطه اللي انا عايز اقول لك عليها، وهي الحقد اللي موجود جوانا. يعني انا متاكد انت لو نجحت في البودكاست بتاعك ده هتلاقي 7000 واحد ضدك بلا سبب طبيعي. ودورك على اي حاجه. ليه يا جماعه؟ ليه ما نحبش بعض؟ عشان عندنا ثقافه يا دكتور زاهي ان ممكن اقول اي حاجه غير ان حضرتك شاطر. يعني انا ممكن اقول على حضرتك طب ما ده اي حاجه غير ان انا اقول ايه ده راجل مجتهد طب وشاطر ده ما ده و... مأخرنا لورا. طبعا. ده مأخرنا ورا. طبعا. بص العالم، انت عندك عقليات مصريه لا تتصورها. طبعا. بص الخارج المصري ناجح ازاي، عشان راح بيئه محترمه، مش البيئه اللي موجوده دي ان انت لو لبست كويس تلاقي واحد بيشتمك. يعني انا اتعمل ضد حمله اقوى في 2011. واحد قاد هذا الحمله. انا كنت بعمل حاجه كويسه للبلد وهو كان عنده حاجه تخص ضد البلد. عملت الكويس، الراجل صرف 10 مليون جنيه بقى يجيب ناس يعملوا يفط زي حواس حرام اثار في الشوارع. عمل ضد اللي ما يتعملش.